زي ما في المقدمة كده اتكلمنا عن أماكن سياحية مش واخدة حقها قوي في التسويق، وهل احنا فعلا بينقصنا التسويق الجيد ولا لأ؟ بصي، هو التسويق ده حاجة كبيرة جدا. مم. يعني هو علم كبير يندرج تحتيه حاجات كتير قوي. يندرج مم. تحتيه الترويج، يندرج تحتيه الإعلان، يندرج تحتيه حاجات كتير قوي. مم. ولكن تسويق المقاصد السياحية الدولية عامة بيبقى لازم ليه استراتيجيات معينة. زي ايه بقى؟ ولازم أولا لازم الأول نبقى عارفين فين التارجت اودينس بتاعنا، فين مم. الجمهور المستهدف بتاعنا، ولازم نبقى عارفين ايه الأسواق المناسبة لينا. مم. انا في كثير من الاحيان لما بعمل حملات تسويق دوليه بحط الخطه بتبقى مبنيه على ارقام ومبنيه على احصائيات واناليتكس من الوضع الحالي مم. والوضع المنتظر من اسواق مختلفه. مم. فالمساله مش سهله، مش مجرد ان احنا بنطلع حمله تسويق او حمله اعلانيه بنستهدف سوق، ما ممكن يكون السوق المستهدف ده مش السوق اللي بيسمع الرساله التسويقيه بتاعتي. مم. فالوضع اولا بتاخد فتره طويله جدا للدراسه، دراسه السوق المستهدف، دراسه كمان اعداد السوق نفسه لاستقبال الرساله التسويقيه. وفي حاجه اسمها اللوكاليزيشن، ان احنا بنخاطب السوق بلغته وبنخاطبه باللي هو عايز يسمعه وبالبريفرنسز بتاعته. المسافر الدولي كل 5-6 سنين بيغير البريفرنسز، يعني بيبقى فيه ترندز جديده. فكل واحد لازم تبقى انت كمقصد سياحي في منافسه شديده جدا حواليكي في المنطقه. فضروري ان انت اول حاجه تبقي عارفه تعملي كومبيتيشن اناليسيس، تبقي عارفه المنافسين بتوعك بيعملوا ايه. طبعا. ثانيا التسويق المقاصد السياحيه الدوليه بيعتمد على جزء مهم جدا، وهو اللي احنا بنسميه الماركتنج ميكس او المزيج التسويقي. المزيج التسويقي دوت علشان اقدر ابني حمله كامله لتسويق مقصد عام او مدينه او منطقه معينه او بلد بشكل كبير. اول حاجه لازم يبقى عندي دراسة كاملة للأسواق المستهدفة، دراسة كاملة لمتطلبات الأسواق المستهدفة، ثم بعد ذلك ببتدي أستهدفهم بالمزيج التسويقي. ممكن حضور ممكن حملة إعلانية مثلا مبنية على استهداف معين، مبنية على شريحة معينة أنا عايز أستهدفها من البلد ديت. ممكن حملة ترويجية أخرى، ممكن رود شو أو قوافل، ممكن انسنتيفز بديها لتور اوبريتورز، ممكن حاجة اسمها كو ماركتنج كامبين أو GMP أو جوين ماركتنج كامبين اللي هي حملات التسويق المشتركة مع التور اوبريتورز الكبار. طبعا. النهارده التسويق اختلف شوية، ما بقتش حد بيقول أنا حلو أنا جميل أنا كويس أنا تعالوا زوروني، لا هو بيخلي طرف ثالث هو اللي يقول عنه الكلام ده. فأصبح طرف منهم هم. اصبح التسويق يعتمد بشكل كبير جدا على الثيرد بارتي، ان انا اخلي الكونتنت او المحتوى يطلع من طرف ثالث علشان بيبقى ليه مصداقيه اعلى. يعني اثبت الاحصائيات ان 69% من الناس اللي بتدور على مكان مقصد سياحي جديد تروح تزوره بتصدق القصص او الستوري تيلينج اللي بتطلع من طرف ثالث مش من الطرف المباشر. يعني انت مهما قلتي على نفسك انا حلوه انا جميله انا عندي كل حاجه تعالوا زوروني، انا عندي احسن اسعار، عندي احسن فنادق، عندي احسن خدمه، الناس مش هتصدق الا لما تسمعها من طرف ثالث. وهنا تيجي بقى اهميه السمعه الرقميه. كل مقصد سياحي